أول ما يدخل علينا الصيف بنفكر على طول إن إحنا ناكل آيس كريم، بس هعمل بقى معاكم النهاردة آيس كريم من أغلى أنواع الآيس كريم اللي إحنا بنشتريها. هنعمل مع بعض النهاردة آيس كريم زبادي توت، هنعمله بطريقة حلوة جدا. وبما إننا طبعا في موسم التوت لازم نستغل الموسم ده، ما نعديهوش من غير ما نعمل الآيس كريم. بس يا ريت قبل ما نبدأ نعمل لايك للفيديو، لو مش مشتركة معانا يا ريت تشتركي علشان يوصلك كل جديد. اول حاجة هنعمل صوص التوت اللي هو اساس وصفة النهاردة. جبت ربع كيلو من التوت الاحمر، ونزلت عليه بربع كوباية من السكر، وحطيتهم كده على النار زي ما انتوا شايفين. اول ما تبدأ تغلي كده والتوت ينزل المية بتاعته والسكر كمان يدوب زي ما هو واضح قدامكم كده، هبدأ انزل هنا بنص كوباية من المية وعليها معلقة صغيرة من النشا. هدوبهم كويس قوي كده مع بعض، وابدأ انزل بيهم على التوت واقلب كده باستمرار لعند ما الخليط يبدأ يتقل معايا. زي ما هو واضح قدامكم كده بدأ يغلي معايا، وهتلاقيه بدأ يتقل معانا. سيبيه حوالي 3 دقايق او 4 دقايق لعند ما يتقل كويس قوي، وهوريك السمك بالظبط اللي انا عايزاه. انا عايزاه يكون بالسمك ده كده بالظبط، ولا هو تقيل ولا هو خفيف، لان كمان لسه لما يبرد هيتقل معانا. بصوا ده السمك المظبوط بالظبط اللي انا محتاجاه. كده الصوص بتاعنا بقى جاهز. هفضيه بقى في طبق واسيبه طبعا يبرد تماما تماما. ما ينفعش خالص ان انا استخدمه وهو سخن، انا هسيبه يبرد. وتعالوا بقى لعند ما يبرد نبدأ نعمل خليط الايس كريم. تعالوا اقول لكم على حاجه قبل ما نروح للايس كريم. عايزه اقول لكم ان صوص التوت ده يا جماعه تقدري تحطيه على تشيز كيك، وتقدري تحشي بيه تورت، وتقدري كمان تحطيه توبنج للسينابون، وتعملي كمان حلا توت زي ما عملنا طبعا حلا الفراولة. تبدليه طبعا بالتوت هيبقى خطير جدا لمحبين التوت. تعالوا بقى نشوف ايه طريقة الايس كريم. معايا هنا بقى في الخلاط هنزل بكوباية كبيرة من الزبادي، وهنزل كمان بكوبايتين صغيرين، تقدري تحطي عادي كوبايتين كبار بس. ومعايا هنا كوباية من السكر البودر، ومعايا ربع كوباية من اللبن البودر، ومعايا كوباية من الكريم شانتيه الخام اللي بدون سكر، ومعايا كوباية من الحليب، ومعايا هنا كيس من الفانيليا اختياري، لو مش عايزة تحطيه مفيش مشكلة خالص. هاخد بقى الخليط ده كده واضربه كويس قوي في الخلاط. خليطي كده لمدة 5 دقايق علشان الخليط يتضاعف حجمه زي ما انت شايفة كده بالظبط. لو تلاحظوا ان الخليط بدأ يتقل معايا وحجمه هيتضاعف معانا، اضربي كده لمدة 5 دقايق. وهنا كده خلاص بقى معانا بالشكل والقوام ده. عايزة اوريكم يا جماعة نعومية الايس كريم خطير خطير خطير. بصوا عامل ازاي، يتاكل كده بصراحة من غير ما تحطي عليه كمان صوص التوت. مش قادرة اقول لكم حلو جدا وناعم جدا وطعمه حلو قوي قوي قوي، احلى ما بتشتروه من بره كمان. هنزل هنا بقى بشوية من صوص التوت في العلبة بتاعتي، وبعد كده هنزل بشوية من الايس كريم، هخلطهم كده مع بعض. عاوزه اقولك لو عايزه تعمليه يكون لونه بيربل كده، تقدري كمان تاخدي شويه من صوص التوت ده وتضربيهم مع الايس كريم في الخلاط، بس انا حبيت يبقى بالشكل ده كده زي ما بنشتريه من بره بالظبط. نزلت بقى بباقي كميه الايس كريم، وهنزل بقى بباقي صوص التوت كده من فوق. وزعيه بقى كده علشان يبقى شكله حلو في الاخر. وما تنسيش بقى شوية الصوص اللي في الاخر دول البهاريز يا جماعة بتاعت الصوص، اوعي ترميها. قلبي كده واعملي تجزيعات كده عشان تديكي شكل حلو. وبعد كده بقى هزيه كده هزتين علشان لو في اي فقاعات تخرج، ودخليه بقى الفريزر وسيبيه لمدة ليلة كاملة. هو المفروض عادي 6 ساعات مفيش مشكلة، بس بصراحة انا سيبته ليلة كاملة. هنا بقى كان تاني يوم، تقدري تسيبيه شوية كده علشان تعرفي تخرجيه بالمعلقة حوالي 10 دقايق يفك شوية. بس عايزة اقول لكم والله انا ما صبرتش عليه اصلا ان انا استنى ال10 دقايق، كان شكله مغري جدا واضطريت ان انا اخرجه. حتى تلاحظوا ان هو ماسك شوية، بس ما فيش مشكلة برضو، عرفت برضو اخرجه.
عايزه اقولك ان كل بين مره والتانيه تحطي المعلقه بتاعتك في ميه سخنه علشان تسهل عليكي خروج الايس كريم. بصوا بقى طالع معانا خطير ازاي. هنا لو تلاحظوا ان هو فك شويه، بصوا يعني بدأ يطلع معايا بسهوله. حتى بصوا بقى طالعه كوره ازاي. بصراحة شكله مغري قوي. انا واثقة ومتأكدة انكم لو جربتوه بالطريقة دي هتاكلوا احلى واجمل ايس كريم، وصدقوني مش هتشتروا الزبادي توت خالص من بره. بصوا بقى يا جماعة بيطلع معانا بكل سهولة، والايس كريم ما فيهوش اي حبيبات من التلج خالص عشان ضربناه كويس جدا في الخلاط. وبصراحة طعمه حلو جدا جدا. انا عايزاكم تجربوا الوصفة دي والطريقة دي، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا لي كومنت حلو. ولو مش مشتركة معانا في الصفحة ياريت تشتركي علشان يوصلك كل جديد، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.